السلام عليكم والرحمة، أهلا وسهلا بكم متابعين ونورتوا القناة. ونبديها أهم شي، أحلى شي، أطيب شي، هي الصلاة على النبي. اللهم صل وبارك على حبيب المصطفى. طبعا اليوم موضوعنا هو صحيح بيه طبخ، بس بيه نصائح مهمة للجسم. شنو النصائح وشنو اللي يحتاجها الجسم وشنو أضرار همه؟ طبعا اليوم أحكي لكم. طبعا أكثرية اللي نسوي إحنا السمك نسويه دائما، سمك البحر نسويه مطبق، ما نسويه شوي، لأن ما بيدي نسبة من الدهون. دائما نسبة الدهون، دائما السمك البحر يحتاج جسمنا اللي عندهم نقص باليود، بس مو بكثرة ناكل من عنده حتى لا تصعد اليود عندنا ونضرب الغدد، خاصة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية طبعا تنضرب مرات من اليود، لأن السمك البحر عالي اليود، عكس سمك النهر. دائما مرات أقولهم سمك بحر وسمك نهر، يقولوا لي شنو فوائد؟ اكو سمك نهر وبي يعني فوائد تختلف طبعا. سمك النهر يكون دسم، دائما يطلعون الزيوت اللي نحتاجها. دائما نحتاج الزيوت اللي يحتاجها جسمنا، اللي هي الأوميجا الثلاث، واللي هي زيت السمك. طبعا هذا يعني مهم أساسي لجسمنا. أكثر تقول لك أنا ليش أروح أشتري الأوميجا الثلاث أو زيت السمك؟ هو أنا آكل سمك اللي هو الدسم اللي جسمي يحتاجه، أهم طبيعي وهاي. بس والله مرات نحتاجه، طبعا يعزز صحة القلب، صحة الدماغ، خاصة الأطفال اللي ما عندهم تركيز دراستهم، اللي شعرهم دائما يتساقط. ونرجع المل لسمك البحر. سمك البحر طبعا اللي نقول مثلا أكثريتهم اللي عندهم نقص يود، طبعا يحتاجون على طول ياكلون بالقليل بالأسبوع 3 مرات. اللي عنده نقص يود بجسمه 3 مرات بالأسبوع ناكل. وبالنسبة للسمك اللي يكون دسم نحتاج ايش كثر ناكل من عنده؟ أنا أقولكم 2 مرات بالأسبوع، لأن أنا أحب السمك الصراحة. أنا أوريكم اللي يسألوني على طبعا أعطيتكم معلومات عن السمك، أعطيكم معلومات اللي قالوا غير الريز السمك المسقوف شلون طريقته. طبعا هذه الطريقة اللي نسويها أحلى من الشوي اللي يشوونه برا. نفس الشوي، خاصة أهل العراق اللي يشوفون هذا الفيديو، طبعا هذه الطريقة المضبوطة. يعني سألت فيها لأن الشوي اللي يشوونه برا خاص، له طعم خاص يختلف عن شوي البيت. ياخذون السمكة، نقول السمكة يخلوا لها ليمون وطماطة حتى تطلع شكو شي بيها صفارة أي شي. طبعا شنو هنا اللي خليت الأساس المكونات؟ ثوم وفلفل أسود وكركم وبصل ناشف وثوم ناشف ومعجون وكزبرة بس، حامض الليمون. خليت عليهم تمر هندي. هاي الصلصة اللي يسوونها، طبعا اللي يسوونها خاصة بس للسمك المسقوف. طبعا هذه فلفل شطة حارة شوية محلاية. يعني شنو محلاية؟ يعني بيها نسبة السكر شوية على حار، يعني هي شطة هندية بس حلوة. هنا خليت طبعا ليمون، شوية من عند الليمون خليت. هنا دبس الرمان، أهم شي طبعا دبس الرمان على مود تطي لمعة وبيها حموضة حامضة. أي شي عندكم مكونات صلصات حارة خلوه، كاتشب، زيت. هذه الصلصة الخاصة للسمك المسقوف، بس السمك المسقوف على فكرة. هنا البهذلة صارت هنا هاي صلصة مال شنو؟ هسه تقولوا شنو غربطتي؟ حلوة الكواليس مالها تي. هنا خليت معجون الليمون، الشطة الحارة، معجون الليمون. طبعا هذه كلش حلوة، ما خليت كمية، شوية من عدة، نص ملعقة بس. هاي خلطتهم على صفحة جنب. فالنوبيات لكم للسمكة. السمكة أنا شنو منقعتها؟ بليمون وطماطة أو بندورة، دهنتهم. بعدين شنو أسويها؟ أصلصلها، أطلع شكو الماي اللي بيها، أوقفها أصلصلها بحيث تطلع بيها. ايش راح اخذها؟ اخليها بعدين بالمشواية، اشويها على نار هادية، حطب مو غاز، حطب، يكون حطب على جمر حتى تطلع. ومو تقولوا لي هل هو فحم يا غيروز؟ لا مو فحم، اهم شي حطب، لان الحطب ما راح
يوقع عليه الدهن راح تصير لها نكهة خاصة. شوفوا هذا الليمون اللي نقعت بيها عادي، حتى أهم شي زرفوها على مود تطلع الحموضة تدخل داخل. النوب من شويتها على حطب، خليتها تكسب على راحتها كلش، شويتها الجنبين يمين وشمال، الظهر ولا البطن شويتها. بعدين هسه هاي السمكة ايش كثر، والله نصيحة ما أحب السمكة الكبيرة كلش لأن أحس أنها ما تستوي كلش. هسه هاي السمكة كيلوين، ما تشوفوني أرفعها بالقوة بيد واحدة، كيلوين هاي السمكة. يكون أقل كيلو ونص عندي أحلى، لأن كيلو ونص تحسها تكسب يصير بسكت شوية، بس كيلوين لا تبطي، لازم تزرفونها وتخلونها على نار بعيدة حتى شنو تطيح شكو دهون بيها، لأن تدرون السمك النهري دسم مو مثل سمك البحر. ويا فيروز هل السمك البحر مثلا نشوي حلو حلو، بس ما راح يجي مثل النهري، يصير يعني ناشف شوية، بس والله هم حلو طيب. صراحة أنا جربت السمك البحر حلو طيب، بس مو مثل النهري، لا النهري أطيب، دسم دسم، اللي يحبونه أكثريتهم سمك ياكلونه دسم، وبفوائد إذا شويتي بفوائد بالعكس. وأهم شي يكون الخبز مو ينوكل يصمون، نو صمون لا. فسويتها شويتها على، طبعا هاي اللي يحبونه، اكو ناس سألوني قالوا نريد نسوي طريقتك، ومنتشونها على جنب، وانه بعدين تجيبون هذه الصلصة وتخلونها عليها، تخلونها عليها بحيث شنو تخلونها بالقليل بالقليل على نار بعيدة وهادية وعلى جمر 25 دقيقة هيك تقريبا بعيدة، على مود تستوي على كيفها. لأنه تدرون لأن لا خلينا بعدين الصلصة بالقليل يراد لها هيك 25 دقيقة على مود يعني بس بعيدة عن الجمر، على مود تستوي بس على الحرارة. وهذا الشكل النهائي. وغيره قلت لكم السمك الشوي بفوائد بعد أكثر وأكثر، هم صحي، وهم طبعا يعزز الدماغ من الصحة والنشاط والذكاء، وصحي للقلب، وفوقها دهون طيب، يعني دهون يعني صحية مو دهون ضارة. أهلا وسهلا بكم.